هو أنا ينفع أبطل تفكير؟ هو أنا ينفع أعيش حياتي من غير ما أفكر؟ طبعا لأ. إحنا مش عايزين نبطل تفكير، ما هو أنت لازم تفكر، لأن التفكير ناتج من تخطيط. ما هو التفكير عبارة عن تخطيط. إن أنا أقيم موقف حصل محتاج تفكير، إن أنا أحاسب نفسي محتاج تفكير، إن أنا أشوف علاقتي تنفع بشخص معين محتاج تفكير. كل ده تفكير، بس تفكير عن تفكير بيفرق، تفكير عن تفكير بيفرق. يعني التفكير اللي يزود مني ويكبرني وينمي خلايا مخي ويطورني، هو ده التفكير اللي هو اسمه الفكر أو الوعي. إنما التفكير اللي يشل مخي وحركتي ويعجزني ويخلي الدنيا تسود في عيني لدرجة احتياجه للنوم والأكل بيتأثر بسبب التفكير، يبقى أكيد تفكير مرضي. تفكير زيادة عن اللزوم بيبقى في استهلاك مفرط للتفكير. الدراسات العلمية أثبتت إن التفكير المفرط مش إنهاك للعقل بس، ده كمان إنهاك للجسد. تلاقي ناس لسه في عمر صغير في الثلاثينات أو الأربعينات عندها سكر وضغط، تلف خلايا المخ، الزهايمر، اضطرابات نفسية أو جسدية. أساس كل ده هو الأوفر ثينكينج. وأنا في رأيي الشخصي إن التفكير المفرط ده اللي هو ناتج من الألم والتوتر والضغوطات وكل ده هو قلة اليقين في الله. حتى لو عندك دين والكلام اللي هقوله هيضايقك، بس ده الحقيقة. ما تجيش تقولي أنا بصلي وبستغفر وبعمل و ومتدين وحاسس إنه في خير، هقولك ده كلام بس العقل مش مصدقه. العقل ما عندوش أي إثبات إنه يطمن نفسه. الإنسان عبارة عن إيه؟ عبارة عن نفس وروح وجسد وعقل وقلب. الخمسة دول لازم يشتغلوا مع بعض ويسمعوا في بعض. لو حصل خلل في حاجة واحدة بس بيسمع في الباقي. دلوقتي فلنعتبر ان انا رايحة تالتة ثانوي، ايه المطلوب مني؟ سعي بس، والتوفيق بيجي من عند ربنا. لا، انا بسعى اهو وانا منهكة من التفكير، وبتقعد تقول يا ترى هجيب مجموع ولا هفشل. طب ليه بتعمل كده؟ ليه قاعد بتفكر في المجموع؟ انت ما عليك الا انك انت تسعى وبس. بتقيم نفسك وانت منهك كمان حتى لما تجيبي درجة كويسة في الدرس. الطبيعي انك انت تفرحي. لا، احنا بنفكر يا ترى هنقفل المادة دي في الفاينل ولا لا. من الاخر كده انت عندك مشكلة في اليقين بالله. لازم نتوكل على الله، التوكل على الله حق توكله، مضمونه نعمل اللي علينا وبس، وملكش دعوة بأي حاجة تاني. هو ربنا هو اللي سخرك تفكر بالمنطق ده وخلى لسانك ينطق ويقول الكلام ده، ونطق لسانك انك تدعي بالدعوة دي، فأكيد عايز حاجة توصل لها. طيب ما وصلتش، أكيد ربنا شايل الأحسن. لازم تقتنع بالجملة دي، إن دايما ربنا شايل لنا الأحسن. لازم تعترف لنفسك إنه أنت عندك مشكلة، لأن في ناس بتفكر إن ده الطبيعي. يعني أنا راجل صاحب بيت وعيال أو صاحب بيزنس، إزاي ما فكرش؟ اللي حكيته الأول ده هو اللي اسمه تفكير. إن أنا بفكر وبخطط وما بضيعش وقت، ومفيش وقت مستهلك، وأنا مسلم أموري لله كاملة. لكن الأوفر ثينكينج الحقيقة بيضيع الفرص، بيضيع الفرص وبيخليك ما تاخدش بالك في أي حاجة بتعدي جنبك كده، ما بتشوفهاش أصلا. بتقفل كل أبواب اليسر. دايما خايف، خايف تخسر فلوس، خايف صحتك تضيع، فهنا انت مركز على طريق العسر. فالحقيقة التفكير الزيادة مش هيفيدك بأي حاجة، بس الأهم انك تدرك الموضوع وتاخد بالك انك بالفعل في أزمة حقيقية وعندك مشكلة حقيقية لازم تتحل. في ناس تقولك انا هعمل ايه؟ معرفش، ما انا لازم اعمل كده، لازم افكر. ان انا ما كنتش، لو انا ما كنتش افكر الدنيا مش هتمشي. مين قال كده؟ مين قال من العظماء والناس والصحابة والانبياء والقادة والناجحين في المجتمع انه بيعمل كده؟ زي مثلا دلوقتي جو حر وانا مشغلة التكييف، طبعا لو فضلت مشغلة التكييف 24 ساعة هيحصل ايه؟ هيتحرق. فانت بارادتك تلاقي نفسك بتشد الفيشة وتريحه عشان ما يتحرقش. احنا عايزين نتعامل كده، نشد الفيشة، نخلي عقلنا يرتاح شوية من التفكير. تلاقي الناس الناجحة في المجتمع دي بيختفوا فجأة. ده ليه؟ لأنهم بياخدوا راحة عن طريق التأمل، إنك أنت تسكت خالص أو تتأمل بالعبادات أو تتأمل في خلقة ربنا. هو ربنا اللي رفع السماء بالعمد دي هيعجز عن تدبير أمري أنا؟ وبعدين أقيم نفسي إن أنا قدرت ما أفكرش النهاردة بنسبة قد إيه. أنت بالوعي ده هتمرن مخك إنه يكون منهج جديد في طريقة التفكير.
وانه يكون منطقي، اللي هو فكرة ان انا بضيع الفرص، ما بركزش على اللحظة اللي هو بكرة في ايه او ان انا ورايا ايه اعمله بكرة. هو فكرة ان انا اكون مدركة المشكلة الاول، ان انا شخص عندي المشكلة دي، طيب المشكلة دي او تعريفها ايه؟ ان انا شخص دايما عايش في الماضي وحزين عليه وبلوم نفسي، وليه ما عملتش، وليه ما سويتش، وليه ما وديتش، والمفروض ان انا اعمل كذا. حتى انت ممكن تفكر في موقف صغير قوي، زي مثلا اتخانقت مع حد امبارح، تقعد تقول ايه كان المفروض ارد واعمل كذا وانا ما عملتش. ده انا ممكن ما نمش وافكر في الموقف ده واصحى الصبح اقوله تاني، ويجي الصبح تخاف تتكلم، اللي هو انت بتعمل ايه؟ مش فاهم. وبرضه التفكير في المستقبل، طيب لو مات مثلا شخص او مشي او مرض او اي حاجة سلبية في دماغي ما حصلتش اصلا، بس انا قاعد بقى بفكر، هو الشخص ده كويس بس انا قاعد فاضي بقى وبفكر، ده اسمه الاوفر ثينكينج. ازاي يعني اوقفه بقى؟ زي ما قلنا، باليقين بالله، دي اول حاجة، بالتخطيط، تاني حاجة، تالت حاجة هي فكرة ان انا افرق بين الافكار السلبية المنطقية اللي هي الطبيعي بتيجي، وبين الافكار السلبية اللي انا بستمر فيها وبتوديني في الاخر الى نهاية سلبية. يعني دلوقتي مش بمنع دماغك انها تفكر بشكل سلبي وتلوم على نفسك او تقول انا كنت غلطان بالشكل كذا، طب وبعدين؟ ده الصح، اللي هو ما ينفعش اركز على المشكلة فاعمل منها سلسلة بقى وتطول، لا، انا بشوف المشكلة فين وفين حلها، مش هركز بقى على السلبي واسترسل فيها، لا، انا هنا هحترم المشكلة بس واشوف لها حل وافكر تفكير ايجابي. مش اقصد الايجابي هنا ان انا بقولك الحياة ورد وطنش، لا، انا اقصد ان انا افعل الفكرة دي واخرجها من جوايا واخليها فيها حل. طبعا اتكلمت قبل كده، هو ان انا اخرج كل اللي في دماغي على ورقة وافضل احكيها واقول واعيد وازيد، اخرج كل اللي في دماغك على ورقة، حاجة كده من الماضي هخرجها عن طريق سؤال وإجابة. مثلا أقول كان في إيدي إيه أعمله وما عملتوش، وكذلك يعني. كده أنت بتشخص الفكرة على الورقة، مش بتسيب دماغك توديك شمال ويمين وانت مش واخد بالك ليها خالص، لأنك انت مدرك اللي بتكتبه، كأنك في مناقشة مع حد قدامك وهو بيرد عليك. ده أهم نقطة في علاج التفكير. في حاجة كمان، ان انا ممكن اقرأ قبل ما انام، اقرأ كتير. انا تقريبا اللي بنام عليه بيجيلي في الحلم، ودي حقيقة، لانك انت نايم بس عقلك اللاواعي شغال. ممكن تتكلم مع حد بتحبه قبل ما تنام، هيأثر عليك في مودك تاني يوم. طبعا دايما بيقولوا لنا قبل ما تناموا اقرأوا القرآن، عارفين دلوقتي يقول لك قراءة القرآن مفيد. ممكن نفسر القرآن قبل ما ننام، نحضر اي محاضرة بنحبها، اي حاجة بتحبها تعملها قبل ما تنام. اخر حاجة هو ان احنا لازم نحدد وقت للتفكير. الوقت مش هاخد طول اليوم انا قاعد بفكر، لا، ده اهم حاجة. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو، متنسوش تعملوا لايك والشير والسبسكرايب لو سمحتوا. مع السلامة.